السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي الكرام، مربي الأرانب في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في أفضل حال. أنا بشكر كل الناس اللي متفاعلة معايا على القناة، سواء من داخل مصر أو من خارج مصر، كلكم على دماغي وسعيد جدا بالتفاعل. هقول لحضرتك معلش اصبر عليا واتفرج على الفيديو للاخر، لان ممكن تكون المعلومه في اخر الفيديو، ما يعني لازم تصبر شويه على الفيديوهات بس علشان تسمع الفيديو للاخر تستفيد منه ان شاء الله رب العالمين. هقول لحضرتك انا هكلمك في مشكله حد قالها لي بالصدفه وحبيت اتكلم فيها على العموم. يعني حد قالها لي كده بالصدفه وهو بيتكلم، كان هو يعني بيقول لي انا جيت ارن على التاجر، فالتاجر قال لي ايه السعر كذا. احكي لك يعني واحنا ماشيين مع بعض ان شاء الله في الفيديو. دلوقتي انت حضرتك لما بتيجي تسوق اللحم بنفسك او توديه المحل، شيء محدش يرفضه ابدا، حاجه كويسه، بتسعى للافضل، عايز تبيع باعلى سعر، كل الكلام ده على راسي وده مفروض، وده حاجه ما تزعلش حد. طيب هي كل التجار سيئه وكل التجار وحشين ولا فيهم ناس كويسه؟ اكيد فيهم ناس كويسه. طيب انت حضرتك لما بيجي لك التاجر، لان معلش يا جماعه اللي بيسوق لنفسه على راسي، مش مزرعه فيها 200 مش مزرعه كبيره، يعني حد عنده 30 نتايه 40 نتايه كتير و50 نتايه، فبيسوق لنفسه، الامور بتبقى عنده خفيفه شويه. فخلي بالك برضو انت مش شغال في المجال لوحدك، وشغال مع ناس كتير، وفي مزارع تانية كبيرة ومشاكلها أكبر وعلفها بتهلك علف أكبر والدنيا معاه صعبة جدا. فبرضه علشان نبقى كلنا بنكمل بعض وكلنا حاجة واحدة، نبقى ماشيين بنظام، علشان في الآخر لما واحد يعك أو يبهدل الدنيا في السعر ما يبقاش على الجميع، يبقى مخلي باله الدنيا ماشية إزاي. هقول لحضرتك انت من حقك تسوق، اهلا وسهلا، من حقك تذبح انت الارنب وتسلخ وتحطه وليمونه وقرن شطه وحاجه حلوه وشكلها جميل، وتدي لجيرانك وتدي لمعارفك ومفيش فيها اي مشكله، وتسوق بسعر محترم وتاخد الذبح والسلخ وتاخد سعر الحاجه الشغل اللي انت بتشتغله، ده حاجه كويسه مفيش فيها ادنى مشكله. احنا مش معترضين والله، ولا انا عن نفسي معترض على الكلام ده، معترض على الطريقه. انا عندي اعتراض بس هقوله لحضرتك على الطريقه. يعني ناس عندها مزرعه كبيره بتيجي تسال مثلا، تعالى ركز معايا بقى في الجزئيه دي، برن على التاجر السعر كام النهارده؟ بيقول لي والله السعر يا محمد مثلا 58. ايه يا عم 58 ازاي؟ ده مفيش ارنب لحم في السوق، محدش لاقي ارانب في السوق، انت جبت السعر ده منين؟ ده دول يومين يعني، ازاي انت بتتكلم كده؟ فبالصدفه هو بيتكلم معايا، قام قايل لي يا حاج محمد بص على المحلات اللي بنروح ننزل فيها، الناس بتروح تنزل فيها ب55. طب انا هاكل عيش ازاي وهمشي ازاي وهاجي اخد منك ازاي يا حاج محمد؟ والله كان عندي ليا اخ فاضل يعني زميل في المجال وراجل عنده مزرعه وبتاع يعني، فبيحكي لي برضو على واقع شبه دي بالظبط، شبه اللي انا بقولها دي. بقول له ايه يا باشمهندس انت ما بعتش ليه؟ قال لي والله برن على التاجر، فالتاجر قال لي والله انا راجع بارانب اللي واخدها من عندك، كنت هرجع بيها بس بعتها ب55 جنيه وانا واخدها منك ب58. قلت له ده هو باعها ازاي كده يا باشمهندس؟ دي حاجه تانية غير اللي انا بحكي لك فيها. قال لان هو الراجل قال له بتاع المحل، قال له ده حد جاب لي ارانب هنا جايب لي حوالي 40 كيلو ب55 جنيه. انا اولى، التاجر صاحب المحل قال له كده، فاصبح التاجر اللي بيودي الضر، وانا هيجي المره الجايه اقول له تعالى خد ارانب، يقول لي انا خدتها منك ب 58 رحت بعتها ب 55، هيقول لي لا انا اخد اقل، يبقى انا المزرعه رقم واحد، انا اكتر واحد بتضر اهوتي بسبب حد عنده شويه ارانب. او يعني انا ما بقللش من قدر حد ابدا، بس حد اللي عندك ارانب وحاجه صغيره، طب شور الناس الكبيره اللي في المجال، طب ابيع بكام؟ طب اعمل ايه؟ محدش بيقول لك ما تسوقش ابدا، بس اما تسوق سوق بالعداله. انت معلش بتجيب اي نوع علف موجود في السوق، ممكن تروح تجيب نص شكاره، ممكن تروح تجيب 10 كيلو، المزرعه ما تعرفش تعمل كده، الراجل اللي مربي 50 برضه ما يعرفش يعمل كده، الموضوع عندنا احنا صعب. فانت وانت بتبيع شوف سعر اللحم كام عشان تعرف تسلمه للمحل ازاي، سلمه زيك زي التاجر،
زي ما التاجر بيسلم المحل اعرف التاجر بيسلم بكام وسلمه للمحل، عشان المحل كده مستفيد اكبر افاده. يعني انت عايز تقول ان لما بتاع المحل خده ب 55 جنيه من الراجل عشان ما يرجعش بيه، يعني انا هقول لك برضو، قلنا له الباشمهندس قال له طب انت ما رجعتش بيهم ليه؟ قال له ما انا هرجع بيهم فين؟ انا راجل تاجر ما عنديش اقفاص ودنيا وزيكم وتدفيه والكلام ده، وهيموت مني ارانب، وطبعا في هجيب علف وهيكلف عليا اكتر، فسبتهم ب 55. يبقى احنا كده كلنا اتلونا للمحل. طب احنا ايه اللي غصبنا على الكلام ده وبنعمل كده ليه؟ طيب انت يا حبيبي ما تروح تسوق للمحل اعرف التاجر بياخد بكام. التاجر بياخد ب 60، اعرف انه حتى هيسلمه في المحل ب 65، هيسلمه في المحل ب 63. ليه انت تبيع اقل من التاجر كمان وتضر الناس حواليك، وترجع بعد كده تشتكي وتقول ده مشروع الارانب فاشل والسعر رخيص؟ انا ما بقولكش غلي على الناس، انا بقولك شوف السعر اللي ماشي ازاي. انا التاجر بتسال حد كبير التاجر بياخد منك بايه؟ التاجر بياخد مني ب 60. طب ممكن تديني رقم التاجر اتعامل معاه؟ اهلا وسهلا. التاجر ما رضاش يجي لك ويتسوق، ما تقللش من حاجتك وتقلل من حاجه الناس، كده غلط. دي الطريقه اللي انا معترض عليها. هقول لحضرتك برضه، انا لما جيت اقول للتاجر الدنيا الناس مش لاقيه لحم، واللحم قليل في السوق، الناس صفت بسبب غلو العلف، واللحم قليل جدا في السوق. قام قال لي يا حاج محمد والله انا يعني بيجي لي ناس المحل، رحت له لقيت المحل بيقول لي والله انا جاي لي ناس وواخد منها باقل منك. ده بكام؟ قال له انا واخد اقل منك وبس. ويا حاج محمد انا والله رحت راكن اسبوع، قلت مانيش مودي ومعه الاسبوع عشان ما اشتغلش بالخساره، لان صاحب المزرعه النهارده او الناس اللي احنا بنشتغل معاه مش بيسمع السعر ومش راضي ينزل لي ولا جنيه. فقلت انا هبطل انا اسبوع لحد ما المحلات تشوف هتعمل ايه، يتصلوا عليا والدنيا تمشي كده. يعني شوف الراجل قعد في بيته اسبوع بسبب ان في حد بيروح يسلم اقل منه. طب انت بتسلم اقل من الراجل ليه؟ طب انت ايه السعاده؟ ايه السعاده اللي انت حسيت بيها لما سلمت اقل؟ ما انت ضريت نفسك رقم واحد، وضريت الراجل التاجر، وضريت صاحب المزرعه. انت عملت 3 4 مشاكل. انما انا ما بقولكش ما تسوقش، ابقى غلطان والله، لا انا ممكن اسوق بنفسي لما التاجر يتاخر عليا، او الاقي التاجر بيلاعبني، او الاقي التاجر عايز يقلل مني. هو كده اللي جايبه لنفسه، ما اروحش انا ادي اقل منه بقى، انا اروح اسلم زيه. ما انا برضه همشي وهركب او معايا وسيله مواصلات هتحط على الارانب والكلام ده، ولا انا يعني انا هطير مثلا كده، يعني هطير ابقى في المحل؟ ما انا برضه هجيب فاص عشان احط فيها ولا شكاير واركب، خليني هركب موتوسيكل، ما الموتوسيكل هياخد بنزين ومشوار وعطله ليا. ما هو ده كله ما انت يعني الكلام ده مش حاسس به؟ ما هو الكلام ده لازم تخلي بالك منه. تقوم انا بقول لك سوق لنفسك، ويا ريت تسوق اعلى من التاجر، دي حاجه تبقى تبسطنا ما تزعلناش. وبرضه ما بقولكش غلي على الناس والارنب يبقى سعره عالي قوي والناس تبعد بعيد عنه، لا برضه بقول لك زي ما انت سامع السوق، لان كل حاجه فيها نسبه وتناسب. يعني العلف مش هيعلى وانا هبيع ارنب اقل من التكلفه بتاعته، مش هينفع. فانا قلت اقول لحضراتكم المشكله اللي بيعملها الناس عشان تخلي بالها. انا ما بقولكش ما تسوقش، انت ليك كل احترام وتقدير، سوق حاجتك للمحل، بس اعرف السعر. اسال يا جماعه السعر النهارده التاجر بياخد بكام؟ لو التاجر بياخد مني ب 60، انت على الاقل التاجر تدي للمحل ب 62 على الاقل. يا اخي هات بنزين موتوسيكلك على الاقل، هات عطلتك اي حاجه. يعني احنا بنتكلم وعشان الامور تبقى ماشيه في نصابها زي ما هي مظبوط. انما انت معلش رايح تديله 15 حته، رايح تديله 10 حتات، رايح تديله، هو لو خد منك 5 حتات بيقول انا جايب ارانب بكذا والدنيا بتبوظ. ما كده غلط. انا اقول لك عايز ترخص، رخص فين؟ رخص للي انت بتذبحه وهتدي لي الاهالي. ما دي ما فيش فيها مشكله، يعني مهما كان عمرك ما انت ضرر التاجر ولا المزرعه، لان انت كده بيبقى رايح للمستهلك على طول. لو هو رايح يجيبه من المحل ب 65 جنيه وانت اديته له ب 63 جنيه، ما فيش فيها مشكله دي. يبقى احنا برضو لسه عند النصاب بتاع التربيه، لان التربيه هي اهم في الموضوع. والتربيه فيها ايجار مزارع، وفيها كهرباء، وفيها علف، وفيها عماله. يبقى حضرتك خلي بالك من الكلام ده لله، وانت بتسوق لنفسك، وليك كل التقدير والاحترام. انا ما بقصدش حد بعينه،
انا بتكلم على العموم. تحياتي للجميع، دايما منوريني ومشرفيني على قناه اخوكم محمد حسان. طبعا احنا النهارده قلنا نصور لكم من خارج المزرعه، بنغير لكم يعني، وهنغير ان شاء الله اكتر من مكان. اي حاجه او اي استفسار اتمنى ان الناس تدعم الفيديو ده بلايكات كتير جدا علشان الفيديو يروح لكل الناس، وتعمل له اشتراكات علشان احنا عايزين نمشي مظبوط، لا ضرر ولا ضرار، لا نضر الناس ولا نضر احنا. لان انت يا ريتك اديته للاهالي، ده انت اديته للمحل اللي لسه هيضيف عليه وهيعمل وهيسوي. هو المحل والله المحل لو خدوا منك ب55 يعني المحل هيبيعه ب60 والله ابدا. فيعني علشان الامور تبقى ماشيه معانا كويس، ربنا ييسر حل الجميع. تحياتي لكل الناس، دايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.